السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من ميدو الملاعب. النهاردة أول يوم رمضان. رمضان كريم على أهلنا في غزة. رمضان كريم على أهلنا في فلسطين. كل فلسطين، كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله ربنا يعيد عليكم وعلينا وعلى كل الأيام بالخير وبصحة وسلام. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. خلينا نبص في حلقتنا ونتكلم شوية مع بعض. لما تعرف ازاي تتفوق، ده مهم جدا، لان ده هيخليك تحضر صح للمشروع. علشان مش ممكن تكون متميز في كل حاجة، فلازم تبص وتركز وتشوف ايه الحاجات اللي هتساعدك على النجاح واللي هتخليك توصل. دورة الألعاب الأفريقية اللي بدأت من 3-4 أيام في العاصمة الغانية أكرا أكبر دليل على اللي أنا بدأت بيه الحلقة. طب ما تيجوا نشوف ونتكلم شوية مع بعض. لو بصيتوا على ترتيب البطولة وجدول الترتيب لحد دلوقتي، هتلاقي مصر الأولى، هتلاقي الجزائر الثانية، جنوب أفريقيا الثالثة، نيجيريا، تونس الرابعة، نيجيريا الخامسة، المغرب السادسة. كويس. لكن لو خدت انا منتخباتنا العربية اللي في جدول الترتيب، اللي هو مصر وتونس والمغرب والجزائر، هلاقي انه اللي بيحصل معاهم دلوقتي وبدايتهم القوية وبدايتهم كويسة جدا دلوقتي بسبب انه سواء مصر او تونس او المغرب او الجزائر كله بيشتغل على الالعاب والرياضات اللي هو متميز فيها، الرياضات اللي هو يقدر يعمل فيها انجازات ويحقق فيها انجازات. علشان كده لو بصيتوا على مثلا الجزائر هتلاقي انه التفوق الكبير مثلا في مثلا في المصارعة. الجزائر خدت ميدالية في المصارعة، خدت برونز، اللي هو علاء الدين بطلنا عربي الجزائري جاب الميدالية. لو تشوف مثلا المغرب، هتلاقي المغرب مركزة وعالية قوي في الكاراتيه كوميتيه وكاتا في البطولة دي. فهتلاقي تفوق مثلا ايه النصيري. انا بدي امثلة، مش بتكلم في حاجات محددة او في ابطال محددين، يعني بتكلم بشكل عام. كويس. زي مثلا ما تروح اما تروح مصر هتلاقي يوسف بدوي. فانت بتشوف الالعاب والرياضات اللي انت متفوق فيها ومتميز فيها وبتشتغل عليها، لانك مش منطقي هتشتغل على 52 او 60 لعبة، لان مش منطقي ان انت كويس ويايل في ال60 لعبة. ده علشان نكون متفقين يعني. كويس. لما تشوفوا مثلا في جدول الترتيب هتلاقوا تراجع مثلا او يعني عدم ظهور لبلاد افريقيه مش قليله وليها تقل. يعني بتتكلم على كينيا، بتتكلم على اثيوبيا، بتتكلم على حتى يعني الكاميرون. كل دول هيبداوا يظهروا وهتبتدي تشوفهم وتشوف اساميهم في اول الترتيب مع بدايه رياضات القوه مثلا، يعني او التحمل، يعني اللي هو العاب القوى تحديدا. يعني نبدا الجري والماراثون وال100 متر وال200 متر وال1500 وكلام من ده، هتلاقي الحضور الافريقي بقوه. هتلاقي كينيا واثيوبيا، وهتلاقي غانا حتى داخله بقوه، وهتلاقي الدول الافريقيه داخله بقوه. كويس. حتى المغرب والجزائر نفسهم احنا مستنيينهم في العاب القوى. يعني عندنا ابطال، وعندنا ابطال متميزين جدا ومتمكنين جدا وقادرين على انهم يشتغلوا بشكل كويس. مصر
الشغل كويس قوي، لان انا انت زي ما قلت بتبص على الرياضات الهايل فيها غير الكاراتيه وغير المصارعه، كاراتيه كوميتيه يعني، والمصارعه عندنا التنس الطاوله. مصر خدت فردي السيدات، وخدت المنتخب السيدات، وكذلك في الرجال خدنا فردي ومنتخبات كويس. ف ده تميز وتفوق جاي بأسباب، بشغل. لان انا وانا بجهز الحلقه لفت نظري جدا تصريح لرئيس البعثه الجزائريه في اكرا في دوره الامم الافريقيه كويس. بيقول احنا حاطين عينينا، يعني مستهدفين عدد ميداليات، والعامل الاساسي في الميداليات دي العاب بعينها. ليه؟ لان هو الراجل بيقول احنا ما نقدرش نشتغل على كل الالعاب كويس. فاللي بيحصل ده صح جدا. نفس الحكاية مصر، يعني مصر لازم تستغل تنس الطاولة، لازم تستغل لو عندك الكاراتيه كويس جدا، المصارعة احنا كويسين جدا، يعني احنا ابطال عالم فيها وكده، فكل حاجة دي تستغلها. المغرب عندها تفوق مثلا في الكاتا، فمحتاجة تركز فيها في الكاتا وتستغله وتحاول تجيب فيها ميداليات. عندك البطل التونسي حسام شوية برضو جاب ميدالية ذهب في الكاراتيه وتفوق بشكل كويس واشتغل بشكل كويس قوي. فانت لانه في رياضات لما هتبدأ في دورة الأمم الأفريقية للأسف، يعني احنا بتكلم كعرب ومصر بشكل خاص، مش هيبقى عندك فرصة خالص ان انت تكسب فيها. يعني لما تيجي تتكلم على مثلا الجري، مصر بعيدة تماما. العاب القوى عامة يعني مصر بعيدة تماما. ممكن كعرب بقى هنستنى من زي ما قلت من المغرب والجزائر هم المغرب والجزائر بس يعني. فأنا النهاردة عايز البطولة دي وعايز دورة الألعاب الأفريقية دي إن شاء الله. طبعا النتائج العربية تستمر إن شاء الله، مصر تكمل في الصدارة وتكسب الدورة بإذن الله، وتبقى هي مخلصة يعني فوق في الأول يعني. وإن شاء الله كل النتائج العربية تكون كويسة وكل العرب يكملوا بشكل كويس. وليه لا يعني تتواجد مصر الجزائر تونس المغرب ورا بعض يعني، هما يعني اوائل البطولة يعني والدورة. لكن عايز البطولة دي تكون درس لأولمبياد باريس. في باريس لازم نشتغل كده. ما ينفعش احنا كعرب نروح داخلين بأكبر بعثة، ما ينفعش تشتغل على الكم، لازم تشتغل على الكيف. الكم مش هو اللي بيكسب، الكم مش هو اللي بينجحك، الكيف هو اللي بينجحك. فمحتاجين ان احنا نشتغل على كده. فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين. ربنا يحفظ فلسطين، يحفظ امهاتنا وابائنا، بناتنا واولادنا، اخواتنا واخواتنا. ربنا ينصر المقاومة الفلسطينية ويسدد رميها على كيان المرتزقة القاتل الغاصب للأرض من 75 سنة. يا رب قولوا معايا امين. الدعاء بيغير الاقدار. وطبعا عايز اعتذر لكم عن اي تعب، يعني عشان احنا لسه اول يوم رمضان وكده، فاعذروني لو في اي اجهاد في الصوت او حاجه يعني. كده اكون وصلت معاكم لاخر حلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى يكون موضوعنا لاعجابكم، واترككم في رعايه الله وامنه وحفظه وسلامته. على نلقاكم في حلقه جديده من ميدو الملاعب. عاش العرب، كل العرب، عاشت فلسطين حره عربيه ابيه بكل العرب ولكل العرب.